في هذه الأيام تتعرض محافظة إدلب عامة وريف إدلب الجنوبي الشرقي خاصة بأشرس عملية عسكرية من الدول الضامنة: إيران وروسيا وتركيا. تركيا هي الدولة الضامنة لمناطق خفض التصعيد. سكوتها يعني هي شريكة في هذه الهجمة، علما أن نقاط خفض التصعيد ما زالت متواجدة في إدلب. الكل يعلم النقطة التاسعة في مدينة مورك ما زالت على رأس عملها، وأيضا اليوم نقطة الصرمان، نقطة تركية، نقطة الصرمان أيضا على رأس عملها، علما أن الجيش وروسيا وإيران تقدمت ما يقارب 300 كيلومتر في تلك المنطقة جنوب شرق إدلب. طبعا هذه المعركة هي نتيجة اتفاقات آستانا 12 و13 و14. هذه اتفاق تم التوقيع عليها بتسليم مناطق خفض التصعيد. بالأساس كانت مهمة نقاط خفض التصعيد هي كانت حماية لمنع الفصائل في ريف إدلب الجنوبي على التقدم إلى مناطق النظام. أيضا اليوم تتكرر عملية ريف حما الشمالي في ريف إدلب الجنوبي. في هذه الهجمة سكوت الضامن التركي هو شريك في هذه العملية. أكثر من نصف مليون نازح من ريف إدلب الجنوبي إلى شمال سوريا أو إلى المجهول في هذا البلد القارس وفي فصل الشتاء. طبعا من ضمن الاتفاقيات خفض التصعيد أو ضمن اتفاقيات آستانا هو السيطرة على الطريقين الدوليين M4 و M5. هذا كل ما يجري اليوم من تصعيد عسكري روسي وسوري وإيراني على الأرض هو متفق عليه على بسط سيطرة روسيا والنظام على الطريقين الدوليين الM4 والM5. أبناء سوريا كانوا هم مشاركين في صد الهجوم العدواني على ريف معركة النعمان، ولكن للأسف نرى الفصائل أو قناة الفصائل كلها متخاذلة في هذا التصدي. أغلب الفصائل الكبيرة المتواجدة في ريف إدلب سحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة ونقلت مقراتها ومستودعاتها إلى شمال سراقب وشمال غرب سراقب في قبل أيام. وأيضا حكومة الإنقاذ أعطت أوامر بنقل المولدات الكهرباء من كل ريف إدلب الجنوبي قبل دخول النظام. هذا دليل بأن هناك تخاذل من قادة الفصائل، أغلب أولها هيئة تحرير الشام وجناحها السياسي. حكومة الإنقاذ هي شريكة بالاتفاق، وبعض تصريحات من هيئة تحرير الشام تقول نحن لم نكن جزء في هذا الاتفاق، ولكن أنا أقول وأصر على قولي أن كل الفصائل هي شريكة في هذا الاتفاق عندما يولوا أمرهم إلى الضامن التركي، فإذا هم شركاء في كل اتفاق يتم في أستانا أو في غير أستانا. أكثر من 100,000 أو 200,000 أو حتى ممكن نصف مليون نزحوا من ريف إدلب الجنوبي من سراقب إلى مدينة خان شيخون أو إلى بلدة خان شيخون. كل المناطق هي خاوية على عروشها، لم يكن هناك أطفال ولا نساء ولا شيوخ. تم نزوح أكثر من نصف مليون وربما مليون مواطن نزحوا في ظروف قاسية جدا جدا جدا. وتخاذل بعض المنظمات الإنسانية التي تدعي الإنسانية بواجبها الإنساني، ولكن للأسف
لم نرى الإنسانية من هذه المنظمات. طبعا أنا أتوقع وأظن أن أغلب الشعب أصبح على يقين ما يدور وما يحاك ضد الشعب السوري، ومن كان هو من كان مع الشعب السوري ومن كان ضد الشعب السوري. الشعب عامة في سوريا وخاصة في إدلب كان يثق في الضامن التركي ليكون عونا له، ولكن للأسف كان شريكا للنظام وروسيا وإيران على هذا الشعب. مع ذلك أن تركيا ما زالت مصرة لتفريغ منطقة إدلب كما فرغتها في السابق من نقلها من أماكن الجبهات في إدلب إلى معركة نبع السلام لا ناقة لهم بها ولا جمل. أيضا اليوم تركيا تفكر بنقل الشباب السوري والمقاتل السوري وأبناء المنطقة بعدما ضاق الويلات. اليوم تفتح مكاتب لتجنيد الشعب السوري وأبناء سوريا للقتال في ليبيا. لا نعلم لماذا الذهاب إلى ليبيا، وأرض سوريا هي أرض الصراعات، وسوريا وتراب سوريا هو أولى من أن يذهب أي سوري ليقاتل خارج سوريا. طبعا ما يجري، وأنا نوهت أنه الشعب أظن أنه أصبح على يقين ما يحاك من اليوم. بعض الدول هي تحافظ على هيئة تحرير الشام أو تحافظ على الفصائل الإسلامية في مدينة إدلب ليكون لهم ذريعة لدمار إدلب وقتل إدلب وتدمير البنى التحتية والمدارس والمشافي وكل ما يكون هو عامر في إدلب. في الظاهر القرار هو يجب أن يتم تدميره. وأنا أقول لكل الشعب ما عجز عنه النظام قامت بدوره تركيا والفصائل التي تأتمر بأوامر تركيا في سوريا عامة وفي إدلب خاصة. أنا أناشد كل الثوريين والأحرار والشرفاء أبناء سوريا أن يعودوا إلى رشدهم ويبتعدوا عن تنفيذ أوامر أو تنفيذ الأجندات الخارجية من أي دول كانت. أن تكونوا في كلمة واحدة لإنقاذ ما تبقى من أبناء المنطقة. إدلب اليوم أكثر من 4 مليون نسمة هو معرض لإبادة، وأناشد العالم بأكمله أن يضع حد لهذه المهزلة وينقذ إدلب. إدلب تباد في كل معنى الكلمة، إدلب تحرق. أناشد العالم، أناشد ضمائر العالم العالمي، وأناشد ضمائر العرب وحكام العرب ورؤساء العرب ودول أصدقاء سوريا أن يكونوا في كلمة واحدة لوقف الهجمات على أبناء إدلب، على أهلنا وأخوتنا في إدلب، ووقف إطلاق النار شامل في كل سوريا حتى ننتقل من المرحلة العسكرية إلى المرحلة السياسية ونعيد الاستقرار والسلام والتسامح لكل أبناء شعب سوريا.